السلام عليكم. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. موضوعنا اليوم هو كيفاش تحضروا زيت الحلبة في المنزل، لاننا ملي كنشريوها ما نعرفوها لا واش مغشوشه او لا حقيقيه، وقريعه صغيره كتسوى الثمن. فنحضروها في بيوتنا زيت 100% حقيقيه وبالكميه اللي بغينا. غادي تاخدي كاس الحلبة وكاس ونص ماء، ديري كاس وتزيدي النص بالعبار بنفس الكاس. غادي تعملوهم على نار مهيله يتبخوا، فملي ينقص الماء يولي تقريبا على حسب 3 معلقات. زيدي عليهم كاس ديال زيت الزيتون، الكاس اللي عبرتي به في الاول. اذا ما كانش عندك زيت الزيتون ما تكلفيش راسك، عمليها بزيت الطبخ راها كتعطي نفس النتيجه. انا مرات كنديرها بزيت اللي كنطبخ بها. فملي تزيدي كاس الزيت عملي الخليط على حنان مائي، فتبقايش حاطاه ديريكت على النار، لا، وتكوني طابخه الماء بحيث غير تزيدي الزيت يكون الحمام المائي واجد وتخليه يطبخ حتى تحسي ان الماء كامل اللي عملتيه تبقى غير الزيت فقط. وباش تاكدي لازم تصفي الزيت وتعبري بالكاس اللي عملتي به وتقارني، خاصو يكون نفس الكميات الزيت اللي درتي في الاول، ما لازمش يكون اكتر. الا كان كتر رجعيه للنار لانه يكون فيه الماء والزيت من بعد غادي تعفن لك تخسر. لازم يكون غير كاس اللي درتي، هكا تحصلي على زيت الحلبة. انا هنا فين راني موجداها باقي نصفي الزيت، هكا غادي تحصلي على زيت الحلبة اللي تقعد لك مده طويله بزاف ما كتخسرش. مع السلامه اخواتي في الحلقه المقبله ان شاء الله.